نفسك تدخل عالم الاستثمار بشكل آمن ومنظم من غير أي مخاطرة؟ يبقى خليك في صناديق الاستثمار من بنك مصر. بس إيه هي صناديق الاستثمار؟ الصناديق ببساطة عبارة عن وعاء مالي كبير بيضم فلوس ناس كتير، ورأس مال الصندوق مدعوم بالملايين، وده بيخلي عندك قوة مالية كبيرة تقدر تستثمرها في أسهم وسندات وأدوات مالية كتير من غير ما تحتاج خبرة كبيرة. الصناديق بتتأسس عن طريق البنوك أو شركات التأمين، وكل مستثمر بياخد وثيقة استثمار بتمثل نسبته في المحفظة، وأهدافها الأساسية إنها تخلي المستثمر يوجه مدخراته في الأوراق المالية بطريقة أقل مخاطرة ومن غير ما يضطر يتفرغ أو يكون عنده خبرة كبيرة. وعلى فكرة بنك مصر بيقدم مجموعة من الصناديق عشان تناسب كل الاحتياجات، زي صناديق العائد الدوري اللي بتوزع أرباح بشكل ربع سنوي أو نص سنوي حسب مساهمة كل مستثمر، وفي صناديق المجمعة اللي جزء من الأرباح بيتوزع دوري وجزء بيستثمر لزيادة القيمة السوقية، وكمان في صناديق أسواق النقد اللي تعتبر أكتر صناديق أمان واستقرار لأنها بتستثمر في أدوات مالية قصيرة الأجل ومضمونة زي أذون الخزانة وشهادات الإيداع بالبنوك الكبرى. من أهم مميزات الصناديق إن إدارتها محترفة، والمدير بيختار أفضل الفرص الاستثمارية وبيضع استراتيجيات لتحقيق أهداف الصندوق. من ضمن صناديق الاستثمار في بنك مصر صندوق يوم بيوم بعائد يومي حوالي 21.5%، وكمان في صناديق الدخل الثابت بعائد سنوي حوالي 10.5%. ودلوقتي قول لنا، جربت تستثمر في صناديق الاستثمار؟